السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم غنقدم لكم واحد الكيك بلا كريم والشوكولات، كتجي زوينه ورائعه هاد الكيك. والصراحه مني ذقتها عجبتني بزاف، وقلت ضروري نشاركها مع المشاهدين ديالي، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ولا بغيتوا الطريقه تبعوا الفيديو حتى للاخير، وعافاكم ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه اللي ما مشتركش، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وندوز معكم دابا المقادير كيف ما كتشوفوا. هاهي كيفاش كتجي. بسم الله على بركه الله. عندنا واحد نصف كاس ديال الحليب، وعندنا كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال زيت المائده، وقبصه من الملح. عندنا ساشي ديال الفاني، وجوج ساشيات ديال خميره الحلوى، الخميره الكيميائيه، وربعه البيضات. غادي نضيف البيض، 4 البيضات، باش غادي نطربهم مزيان حتى يولي ليا هاد الخليط غيولي بيض. نطربو مزيان مزيان. وغادي نضيف قبصه تاع الملح، ونضيف كاس سنيده تا هو. من بعد غنطرب البيض مع السنيده مع قبصه تاع الملح مزيان مزيان حتى يولي لي الخليط ابيض. غادي نطربو في اتجاه واحد باش تجيني لا وغنضيف نصف كاس ديال الحليب، وساشي ديال الفاني، غنضيف 2 اكياس ديال الخميره الكيميائيه، خميره الحلوى. ومن بعد غادي نضيف 1.5 كاس ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف 1.5 كاس ديال الدقيق الابيض اللي غنكون ديجا غربلته. غنضيفو غير بالتدريج، وانا كنحرك غير بشويه بشويه من الفوق لتحت. كنأكد لكم الدقيق تخلطوه غير بشويه حتى كتندمج ليا هاد العناصر مع بعضها. كنبقى كنضيف هاد الدقيق شويه شويه وانا كنخلط. وتبعوا هاد المراحل وهاد الطريقه الا بغيتوا تصدق لكم لا جينواز.
غناخد كاس كبير ديال الحليب، غنضيف ليه معلقه ونص ديال النشا. من بعد غادي نحرك هذيك النشا مزيان مع الحليب، ونحرك النشا مزيان حتى تذوب ليا مع الحليب. من بعد غادي نضيفها لهاد الشوكولات، نخليه يطيب على نار مهيله وما نتوقفش على التحرك حتى نطفي النار. وكنفضل انا تخدموا هاد الكلاصاج هو الاول باش ديروه في الثلاجه، ومن بعد ما طيب الجينواز يكون جاهز. من بعد ما داب ليا الشوكولات غادي نغطيه وندخلو الثلاجه يبرد. غادي نحضر معاكم هنا الكريم شانتيي. عندي ساشي ديال الكريم شانتيي، وعندي 2 معالق ديال الكابوتشينو او قهوه سريعه الذوبان، وعندي هنا كاس ونص ديال الحليب، والحليب يكون بارد. غادي نضيف كيس ديال الكريم شانتيي، من بعد غادي نضيف 2 معالق ديال الكابوتشينو، ومن بعد عندي هنا واحد الكيس ديال الشوكولات كحل غادي نضيفو حتى هو، وغادي نبقى نطرب مزيان حتى يطلع ليا هاد الكريم شانتي يولي عاقد. وصراحه هاد المزيج هذا اللي درت يعني كيجي مذاق ديالو زوين بزاف. هذا هو السر ديال هاد اللذه ديال هاد الحلوى ديال لاكريم. دابا هي الجينواز ديالي طابت ليا. الشاي كيفاش كتجي هشه وكتجي ودابا غادي ندوز الكركاع، غادي نحطو فوق هاد لاكريم على هاد الشكل.
وكنجيب الطرف الثاني ديال لا جينواز كنحطها فوق من هاد الجينواز الاولى، من بعد كندهنها بلا كريم. هاد الكيك كندهنها بلا كريم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه اللي ما مشتركش. صافي دابا كنسرح فوق منها هاد لا كريم. كنبقى كندهن جوانب الكيك بلا كريم حتى كنسالي. كندخل هاد الكيك كندخلو المجمد حتى كيشد في راسو شويه، بعد كنخرجها وكنكف فوق منها هاد الكلاصاج اللي سبق وحضرت معاكم بالشوكولاط. صافي كنكبو على السطح ديالها وصافي. من بعد كنزينها بهاد الكركاع كيف ما كتشوفوا. بالصحه والراحه. شكرا لكم على المتابعه.